عقده صح. كهربا عقده صح. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقنوات ميلا. احنا النهارده طبعا معانا وجبه دسمه هنتكلم فيها ونشوف الميديا اشتغلت وكان التسريبات الاول على في عقوبات على محمود عبد المنعم كهربا ب 12 مباراه، ايقاف 12 مباراه وتغريمه مليون جنيه. ايه التهريج؟ يا سيدي انت جايب الكاتب ليه؟ روح رجع له عربيه الفضل. انا كفايه عليا كوبايه الشاي. اتفضلوا معانا، ويا ريت ما ننساش السبسكرايب، واذا ما كنتش اشتركت في القناه واللايك والشير. دعم القناه مطلوب علشان تكبر بيكم وانتوا برضو اللي اصحاب الفضل، ففضلا وليس امرا يا ريت نعمل لايك ونفعل زر الجرس. ابقوا معنا لاخر الفيديو. وانا اصلا ما كنتش طايق اجي هنا. ليه؟ لما كنتش طايق انك تيجي تقدر تقول لي ايه اللي جابك؟ ليه؟ لا مش معقول انا اقدم شكوى ضد لاعب قليل الادب منحرف اسمه كهربا. انا مش انت بقى اللي تحدد انه قليل الادب ومنحرف، هو اسمه محمود عبد المنعم كهربا على فكره. الشكوى رايحه في مين؟ كهربا ولا محمود عبد المنعم كهربا؟ هو في النادي الاهلي، محمود عبد المنعم كهربا في النادي الاهلي، هو بقى اللي يقدر يعرف اذا كان ده لعيب ملتزم ولا مش ملتزم. حمل تحقيق مش ممكن يا مرتضى. بيخلي الموضوع ده امتثل للاعب وكان هياخد عقوبه. خلي الموضوع ده على جنب. طب خلي الموضوع على جنب. ما اللاعب كان امتثل وكان جه وكان هياخد عقوبه. هوبا اللاعب امتثل وجه كان هياخد عقوبه؟ انتوا بتوزعوا العقوبات براحتكم ولا هو علشان امتثل وجه هياخد العقوبه واللي ما جاش ما ياخدش عقوبه؟ هو ايه النظام ده؟ هو النظام ده انه اللي يجي يلتزم ويجي وتفتح معاه التحقيق هو اللي ياخد العقوبه واللي يرفض التحقيق؟ والله حاجه غريبه. يعني انت بتعترف دلوقتي انكم مبيتين النيه انكم تصدروا عقوبه ضد كهربا قبل ما لجنه الانضباط تبت في الموضوع؟ كل دي علامات استفهام. محمد بيه بعد اذنك، هل ينفع الجوابين يروحوا مع بعض انا وهو؟ انا بسالك. الذم ده اسمه كلام ازاي يا جدع؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده كويس ان هم ما جابولكمش الجوابات على يد محضر، اخدوكم انتوا الاثنين. يا جدع شفتك. لا يا جدع ما ينفعش يا جدع، مش ممكن جواب يخوي التاني ولا جواب فيهم يحطوا صح؟ انا بسالك سؤال يا مرتضى. انت دلوقتي لما تبعت لي وليه في وقت واحد انت بتهن انا يعني يا جماعه الموضوع ببساطه دلوقتي معقوله رئيس نادي يحاول يضغط على الاتحاد او صانع القرار في المنظومه الرياضيه بحيث ان هو حاط له لعيب معين عايز يوقفه او يذبحه او عايز يخليه يبطل كوره؟ ده كلام غريب وكلام مرفوض، واحنا عارفين طبعا القوانين بتقول ايه، ومفيش عقوبه الا بنص، يعني مفيش عقوبه تصدر الا بنص. هات لي النص اللي انت على اساسه استندت للعقوبه اللي انت عملتها وقلت انك انت هتوقف محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراه وكمان هتغرمه مليون جنيه. وزي ما شفنا في الفيديو هنشوف تاني، تابعوا كده معانا محمود كهربا وهو بيقول مع جماهير الاهلي، هو بيقول عقده صح، قال حطه صح ايا كان. انا هو طبعا في فبركه وهو قايل الكلمه واضح. ركزوا معايا دلوقتي هتلاقيها ايه بيقول. ايوه عقده صح، تمام عقده صح، خليها حطه صح يا سيدي. هي حطه صح دي من اللي هي الكلمات المبتذله اللي هي يوجب ان يعاقب عليها اللاعب او اللي صدر بهذا اللفظ. طب ما انت دلوقتي ما رجعتش ليه للاعلامي اللي قالها في البدايه؟ قال لك ايه؟ قال لك كهربا حطه صح. اما تيجي الاعلامي ده وتقول له هو يبقى عازم الاعلامي كمان، قول له ليه قلت حطه صح؟ طب ما بلاش ده حطه صح. اذا كانت العقوبه على الفيديو ده او على اللفظ ده الاعلامي ده نفسه قال لك في ساعه الهدف، قال لك راسين في الكره توجع. يا سبحان الله، راسين في الكره توجع. اتفرج على الهدف
كده في التمام. جميلة 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 التوقيفة اللي على الصدر والزقة نسمع كده بالراس والتاني بالراس. راسين في اللعبة توجع، راسين في اللعبة توجع. قال لا طب ما تحاسب اهو يا عم، ولا في كلام ناس تقولوا يتحاسبوا عليه والناس تانية تقول نفس الكلام ما تتحاسبش. طب ما سيادتك علشان تبقى العملية مية واحدة وميزان عدالة نزل كده لستة بالكلام الذي يعاقب عليه اللاعب والإعلامي في مجال كرة القدم. نزل كده كلام الممنوع، حطه غلط ممكن تمشي، حطه صح لا يعاقب عليه، يعني الكلام ده ولستة بالأفعال المشينة، لسه بالافعال المشينه. لو لعيب عمل كذا يبقى يعني انت دلوقتي لما تيجي تقارن ما بين العقوبات اللي انت عايز توقعها على كهربا والعقوبات اللي هي صدرت في حق اللاعب شيكابالا اللي هي كان في مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، وفعل فاضح وانا اسف جدا على اساس ان انا هنزل لكم المقطع ده. او الصوره اللي انا عاملها، لكن علشان نوضح الحقائق اخذ كام ده؟ اخذ 8 مباريات وتغريم 100,000 جنيه، 8 مباريات وغرامه 100,000 جنيه، ما وصلتش الملايين بقى، والمباريات 8 مباريات وتم تخفيضها الى 4 مباريات. تم تخفيضها لكام؟ ل4 مباريات. مش عايز جهبذ من الجهابذه او واحد زي ما بنقول ان هو يجي هبيت جامد ويهرتل ويقول لك ما امام عاشور ومش امام عاشور. طب امام عاشور ما تقدمش ليه تظلم، يبقى العقوبه تفضل ساريه. مش عارف انا نادي الزمالك ضحى بيه ولا ايه، ليه ما دفعش الفلوس؟ لازم في فلوس بتدفع. فانت واخد اصلا العقوبه على اساس ادي الفيديو اللي احنا شفناه مع بعض، وده فيديو تم تصويره بواسطة أحد المندسين أيا كان، المهم هي كاميرا موبايل أي كاميرا. لكن أنت لما بتاخد العقوبة بتعمل إيه؟ بترجع لشريط المباراة أو فيديو المباراة الأساسي، هو ده اللي بتاخد العقوبة على أساسه. لا ما انا خدتها ليه؟ يعني انا ممكن اجي اصور لك بالموبايل صوره كده واقول لك الراجل ده، وممكن اركب عليها وابعتها وتاخد على اساسها العقوبه. ايه النظام الغريب ده؟ في منظومه غريبه، قرارات غريبه، فبتحسسك ان في تحيز ضد النادي الاهلي وضد لاعبي الاهلي، وخاصه اللاعب محمود كهربا لانه ارتكب جريمه عظمى، ان هو ساب نادي المختلط وراح لنادي الاهلي. فطبعا كل الدلائل دي تبين ان في تربص للاعب. ورغم كده وانا كنت نزلت قبل كده في الفيديو ان هو اللاعب في الاول كان متاثر في مباراه تقريبا سموحه، ولكن بعد كده قدر يرجع ويهدف. ضغط طبعا. ايه يا جماعه في ايه؟ حد خايف ان كهربا يولعها في كاس السوبر كمان؟ انتوا خايفين اللعيب ده يجي كهربا يشغل الفولت العالي ويبقى حراق؟ وساعتها عايزين طبعا بطوله يا حاج، عايزين بطوله، اخفوا لنا كهربا او اقفلوا العداد. شكرا لكم اعزائي المتابعين، ويبقى الاهلي منتصرا، الاهلي فوق الجميع. انا الراجل بتاع الكاتل بتاع الشاي طول الحلقه ده ويشني وسايب العربيه الفار. اشوفكم على خير.